رحت عند اختي لقيتها ماليه تشتي فراخ، بقول لها من اين لك هذا؟ قالت لي من عند ابو انس وزير الغلابه. قلت بس ما بدهاش، خدت بعضي وطلعت على ابو انس وزير الغلابه واشتريت فراخ واتصدمت. تعالوا ما نشوف ايه اللي حصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اغلى اخوات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال. انا رايحه فين دلوقتي؟ رايحه اشوف ايه حكايه الفراخ اللي اختي اشترتها والعروض اللي ابو انس عاملها، واشوف ايه الموضوع والفراخ دي جابتها بكام. خدت بعضي ومونتش، قلت لازم انا اشوف ايه الحكايه. رحت بقى ميدان باب الشعريه زي ما انتم شايفين كده، والسوق دوت كل يوم اسمه سوق باب البحر. تعالوا بقى ما نشوف السوق ده على نصيته كافيتيريا جوهرة الميدان، وفي برضو منفذ امان لبيع اللحوم البلدي. خدت بعضي ودخلت السوق زي ما انتم شايفين كده. اصطدمت بقى، لقيت اسعار الخضار فيه روعه، واللحمه والفراخ والسمك. وكل اللي عايز يعرف الاسعار هسيب له اللينك في اول تعليق مثبت. خدت بقى بعضي واشتريت بقى المشتريات بتاعتي، وقلت لهم يا جماعه فين ابو انس وزير الغلابه؟ كلهم شاوروا لي عليه. انا اصلا لقيت عليه زحمه موت، واتصدمت لما شفت الناس واقفه عليه. قلت يا نهاري ايه الزحمه دي كلها؟ ده انا كده مش هعرف ولا اصور ولا كمان اشتري ايه فراخ. لقيتهم بقى بيوزعوا كروت كده، يعني كل واحد ليه دور، واللي بيجي دوره بيندهوا عليه. وقفت في الدور وقلت ما اصور لكم بالمره زي ما انتم شايفين كده، رجاله ايه وستات ايه، بسم الله ما شاء الله. دخلت بقى جوه وقلت له يا ابو انس دخلني، ده انا هصور. اتفاجئت يا جماعه والله، لقيته بيفرق عليهم عصير وميه، بسم الله ما شاء الله. لا مظبط الناس، مظبطهم بجد، يعني مش مخلي الناس محتاجه حاجه. حتى جايب لهم العابها هي علشان يوزع عليهم هدايا على العروض اللي بياخدوها. قلت والله ده بحاجه حلوه، مين بيعمل كده دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه. لقيت عنده الفراخ قشطه بيضه، وكل فرخه يجي لها 2 كيلو و3 كيلو. قلت بس انا لازم اشتري، يعني لازم اشتري. ده عبست كده في المحفظه بتاعتي لقيت 250 جنيه. قلت يا ترى هيجيبوا ايه ال 250 جنيه؟ انا اخلي ال 50 جنيه اركب بيها مواصلات، وال 200 جنيه هدوم لابو انس، هشوف يديني ايه بيهم فراخ قد ايه. قلت له يا ابو انس، قال لي نعم. قلت له انا معايا 200 جنيه هم، اديني بهم عرض. قال لي زي بعض. خد ال 200 جنيه. والله الناس كلها بيديها عروض روعه، يعني 20 فرخه ب 1000 جنيه، وكلهم احجام كبيره جنبه. بصيت لقيته برضو حط لي عرض كده في الشنطه، والفراخ تقيله، يعني تجيلها 3 كيلو و2 كيلو الفرخه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والفراخ قشطه بيضه. خدت العرض بتاعي وصورت التصويرات زي ما انتم شايفين كده، وهو بيمس على الناس كلها. والله كان هناك ضرب نار زي ما انتم شايفين كده. الله اكبر، ربنا يزيده ويدي الناس كلها ويوسعها على الناس كلها، اللهم امين. بصوا كانت العروض على 200 جنيه و100 جنيه، يعني اللي كان معاه 100 جنيه و50 جنيه كان بياخد فراخ. وكان عامل عروض قوية جدا على البانيه وعلى الكبد والقوانص. كان بيبيع كيلو الكبد والقوانص ب 30 جنيه، وكيلو البانيه كان بيبيعه ب 50 جنيه وعليه هدايا كمان. يعني بسم الله ما شاء الله الناس كلها خدت وتراضت، وكل الناس كلت فراخ. خدت الفراخ بقى ومشيت، لقيت زحمة برضو على بتاع الفطير. قلت هو ايه اللي بيحصل في سوق باب البحر؟ لقيت بقى الفطيرة ب10 جنيه وجميلة وخطيرة. قلت تبصوا انا معايا 50 جنيه، هركب ب20 وهجيب بقى 3 فطيرات ب10 جنيه. بس بأمانة الفطير كان حلو، والفطيرة كانت كبيرة ب10 جنيه ما شاء الله. جبت زي ما قلت لكم 3 فطيرات، قلت فطيرة ليا وفطيرة لحماية وفطيرة لابويا. قلت يلا ان شاء الله ما حد حوش. الناس كلها كانت واقفة عليه بالطوابير، والفطير كان طعمه حلو ما شاء الله بجد. بأمانة الفطيرة كانت طعمها حلو. جبت بقى الفطير وقلت بقى ايه، اشوف هجيب ايه تاني من السوق، يعني الحاجة اللي غالية عندي قدام الباب هجيبها من هناك علشان ايه اوفر برضو. بصوا بقى روحت البيت، وتعالوا بقى اشوف المشتريات اللي انا اشتريتها من سوق باب البحر. جبت بصل وجبت خيار وجبت فطير زي ما انتم شايفين كده، وجبت الفراخ من عند ابو انس وزير الغلابه. تعالوا بقى ما نفرد الفطيره، بسم الله ما شاء الله. والله لو كان معايا فلوس زياده لو كنت جبت كتير، لان الفطير كان ب10 جنيه جميل. وكانت الناس واقفه بالطوابير زي ما انتم شايفين كده. اديت واحده لحمايه وانا طالعه، وبعت ابني واحده لابويا بألف هنا وشفا. وقلت بقى لو كان معايا كنت جبت لكل الحبايب كل واحد واحده. ما شاء الله الفطيرة حلوة، قطعنا منها وكلنا منها، يعني بجد حلوة. هتقولوا لي معمولة بسمنة بلدي يا مامتي طباخة؟ بصوا هي مش معمولة بسمنة بلدي علشان ايه الأمانة، هي معمولة بسمنة كريستال أو جنة، علشان بس الواحد يكون ايه قال لكم على اللي فيها.
ما شاء الله. بس حلوة، في حاجة دلوقتي يا جماعة ب10 جنيه حلوة، الناس كانت واقفة والله عليه بالطوابير. يعني حتى لو هتعمليها شندوتشات لولادك او تاكلي بعسل او تفطري بيها، او بصوا 10 جنيه دلوقتي بقتش تجيب حاجة. يعني هتمشي برضو، ولو هتديها لولادك وانتم ماشيين على المدارس برضو، يعني في قلبها جبنة ولا في قلبها اي حاجة، هتبقى حلوة وياكل ويشبع. ما شاء الله الفطيرة كانت كبيرة. تعالوا برضو شوفوا البصل اللي انا جبته. جبت البصل زي ما انتم شايفين كده ب10 جنيه من عند بياع اسمه نور ابو يوسف في سوق باب البحر. كل اللي عايز يعرف الاسعار زي ما انا قلت لكم هسيب لكم لينك الفيديو في اول تعليق مثبت. جبت برضو الخيار من عند برضو نور ابو يوسف، كان بيبيع ب10 جنيه، وبيبيع الخيار الرفيع الحلو خالص ب15. جبت كيلو من ابو 10 اهو، بس والله حلو برضو. ما شاء الله اسعار نور ابو يوسف حلوة يا جماعة. تعالوا بقى ما نخش على الفراخ ونشوف الفراخ بتاعت ابو انس واشتريتها بكام، ونشوف بقى ايه الاسعار بتاعت ابو انس والعروض بتاعت ابو انس. بصوا الفرختين كانوا كبار ازاي، بسم الله ما شاء الله. الفرخه يا جماعه طعلها 2 كيلو او 3 كيلو. بصوا بقى انتوا اكتبوا لي في التعليقات الفرخه دي يجي لها كام كيلو، لان انا ما وزنتهاش. تعالوا بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، نصلي على الحبيب علشان قلوبنا تطيب. بصوا بقى كان في عروض عند ابو انس ب50 جنيه الفرخه، وب100 جنيه وب200 جنيه. يعني كان عنده عروض بسم الله ما شاء الله. هو كان عايز يديني 3 فرخات ب200 جنيه، بس كانوا اصغر من كده. قلت له لا، انا بحب الفراخ الكبيره الجامبو، علشان باخد الفرخه اقسمها 6 حتت فبتكفي معايا. غسلتهم بقى غسله حلوه كده نضيفه بالملح والليمون، وشلت واحده في الفريزر، ومسكت واحده بقى طبختها للعيال. بامانه كان طعمها عسل سكر يا جماعه، بامانه. كل اللي كان بيقول الفراخ بتاعت ابو انس وحشه وطعمها مش حلو، والله بامانه وربنا يشهد عليا الفراخ كان طعمها حلو. ولو فيها اي حاجه انا هقول لكم بامانه، لان انا بعملش اعلانات لحد ولا دعايه لحد. بصوا بقى الفرختين عجبوا جوزي، وبيقول لي ما شاء الله روح هاتلنا تاني. قلت له لا، اروح فين؟ على ابو انس ضرب نار كده موت. بس والله كل اللي عايز بقى يعمل عقيقة او يعمل عزومة هيضطر اللي هو يروح يجيب من هناك، هيبقى اوفر له. بسم الله ما شاء الله عنده العروض هناك حلوة قوي، وكان عامل عروض وعليها هدايا كمان. بسم الله ما شاء الله. حبايب قلبي بالله عليكم ما تنسونيش باحلى لايك واشتراك، واكتبوا لي كده كومنتات حلوة زيكم، وقولوا لي انتوا بتتابعوني من اي بلد علشان ارحب بيكم، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. واشوفكم على خير، مع السلامة.